بالنهاية البرامج هي مكتوبة، لكن مدى شرحها ومدى قناعة المواطن بها أنا أقول لك هي قناعة صفرية، باعتبار التجارب السابقة هي لم تؤدي البرامج أو لم تطبق البرامج. لذلك يلجأ المرشحون لقضايا رشوة الناخب أو لقضايا ابتزاز الناخب حتى في حالات كثيرة، في سبيل انتخابه مرة ثانية وتسليط نفسه مرة ثانية على هاي الناس. أنا أعتقد أن المجتمع عانى ما عانى طيلة الفترات السابقة. هناك تجهيل، هناك عدم وعي بالحقوق والواجبات لدى المواطن العراقي ابتداء قبل السياسي، صحيح. وبالتالي هاي كلها خلت انه يكون هذه هي افرازات العمليه السياسيه للاسف. لذلك انا اقول نحن قبل ان نتحدث سياسه المشكلة يعني دعنا ان بالناخب نتحدث أستاذ مشرق، بالرسائل المجتمعيه. يعني المشكلة الرسائل بالناخب. المجتمعيه يجب ان تكون هناك. طبعا طبعا اكيد. واحنا شوف احنا خليني اقول لك شيء، ماكو تغيير الا عن طريق الانتخابات. لا نعول على تغيير الخارج، ولا الخارج هو ناوي يغيرك يعني مرة ثانية يغير لك نظامك. إذا ما نتذكر في لبنان يعني في التسعينات يعني صار تغيير، وراها العراق بسنين طوال يلا صار تغيير بي، ورا العراق صار فترات طويلة أيضا يلا صار التغيير بسوريا. يعني عملية بالمنطقة تحتاج سنين، يعني إذا ما شنو حسبناها ورا الأسباب سوريا يراد اللي دفعت حضرتك بأنه تحمل المرشح، عفوا الناخب، المسؤولية؟ يتماهى مع الأكاذيب، يتماهى مع عدم وجود عدم معرفته بواجباته وحقوقه، يتماهى مع البطانية أم النمر. طبعا أنا أحب بطانية أحبك مو أم النمر، ما أحب أم النمر، شوية قديمة، إحنا أي. شوية صرنا مودرن. زين، يتماهى مع ال40 بطاقة. تخيل أنت يعني أكو فد شخص يقول 40 بطاقة وعينك، سواء بالحشد أو في مؤسسة أخرى. من طلع هذا الموضوع كذب أي. وصار حديث بلسان قاطع انه ماكو تعيينات، الان رجع قال لهم ترى انا راح اعينكم بعد الانتخابات. يعني هم يحاولون ان يصبغون نفسهم في كل حاله. المواطن يعتقد نفسه انه بحاجه الى هذه الاشياء وما حد ينفذ اياه غير الفاسد.